لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انهيار زوجة القارئ المصري الشهير عبد الله كامل في القبر بعد دفنه. توفي القارئ المصري الشهير عبد الله كامل في الولايات المتحدة عن عمر نهاز 37 عاما، ونشر مقربون من الشيخ الراحل انه توفي بعدما امام المصلين في صلاة الظهر امس الاربعاء في مسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي الامريكية. من هو عبد الله كامل؟ الشيخ عبد الله كامل هو شيخ وداعية إسلامية مصرية جنسية، ولد في إحدى قرى مراكز يوسف الصديق محافظة الفيوم. حفظ القرآن الكريم كاملا منذ صغره على طريقة بريال، حيث فقد بصره منذ ولادته. تخرج من كلية دار العلوم جامعة الفيوم عام 2005، واشتهر بتلاوته المؤثرة للقرآن الكريم وصوته العذب في الصلاة. وقبل أيام رحيله رزق كامل بمولوده الجديد في 10 من شهر ابريل 2023، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه قد رزق مولودا جديدا سماه سفيان. المزار الذهبي نال القارئ الشاب شهرة واسعة بعد مشاركته في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 على إحدى القنوات الفضائية، وحصل فيها على المركز الأول. ونعى مشاهير القراء في الوطن العربي الشيخ الراحل، أبرزهم القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العساف والشيخ ماهر العقيل وغيرهم. كما كتب القارئ الكويتي أحمد بن عبد العزيز النفيس وفاة الشيخ القارئ عبد الله كامل المصري الكفيف، الذي اشتهر بعذوبة تلاوته وقوة أدائه الخشع في أمريكا قبل قليل. الحمد لله قد بلغ رمضان وصلى بالناس إماما التراويح والقيام، فألهم وأرحمه وتقبله وأكرم نزله، وأجعل لهم اللهم القرآن شفيعا لهم إلى القلب لا يحزن، وأن العين لا تدمع، وإن على فراقك لمحزنون. فيما كتب الدكتور أحمد عيسى المعاصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف والشيخ عموم مقرئ الديار المصرية سابقا، رحم الله الشيخ عبد الله كامل